لا يوجد مسلم قرأ سورة الكهف إلا وسمع برجل يدعى ذو القرنين، ولكن الغموض بقي يلف هذا الرجل، فالقليل جدا من يعرف من هو وماذا فعل. فمن هذا الرجل وماذا فعل حتى ذكره الله تعالى في القرآن وتحدث عنه؟ وما قصته مع يأجوج ومأجوج؟ في هذا المقطع سنجيبكم على جميع هذه الأسئلة ونروي لكم قصة ذي القرنين بالكامل، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. ذكر الله تعالى ذا القرنين في بعض آيات سورة الكهف، وقد بدأت قصته عندما طلبت قريش أن يذكر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قصة ذي القرنين، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. كان ملكا من أقوى ملوك الأرض، وكان مع ذلك عبدا صالحا مخلصا لله تعالى، طاف الأرض يدعو إلى عبادة الله وتوحيده، ويقاتل في سبيل ذلك من خالفه، فنشر الدين الصحيح وقمع الكفر وأهله، وأعان المظلوم وأقام العدل في كل مكان وصل إليه. وقد منحه الله تعالى كل ما يتمناه أي ملك من قوة وكنوز وجيش وعتاد، حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وملك القارات والبحار، وسار فيهم بالعدل والحكمة. أما قصته مع يأجوج ومأجوج فقد جاب ذو القرنين الأرض بكل مطارحها، ووصل لمكان عجيب، وجد عنده قوما بدائيين لا يفهمون بشيء، عندهم قلة فطنة وقلة حيلة وتدبير، مظلومين ومغلوبين على أمرهم. كانوا يسكنون بجوار قوم آخرين من الهمج الذين كانوا يؤذونهم ويغيرون عليهم، ويقال أن تلك المنطقة كانت بين جبلين، وأن كل قوم منهم كانوا قد سكنوا جبلا. قال تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. فعندما وصل ذو القرنين إلى هذا المكان العجيب اشتكوا إليه شكوى حالهم، وكيف أن يأجوج ومأجوج يغيرون على هذه البلاد فيعيثون فيها فسادا، يهلكون حرثهم ونسلهم ويقتلونهم وينهبونهم. وكان بين هذين الجبلين طريق صغيرة ينفذ منها يأجوج ومأجوج إلى هؤلاء القوم المساكين، فاستجاروا بذي القرنين أن يبني ردما وسدا في هذه المنطقة ليسد به هذا الطريق والثغرة، ويمنع به يأجوج ومأجوج من إيذائهم، وبالمقابل يعطوه ما يريد من الأموال والأجرة. فرد عليهم: قال ما مكني فيه ربي خير، أي أن ما أعطاني إياه ربي من الكنوز والقوة يكفيني. وطلب منهم أن يحضروا له قطع الحديد، وذو القرنين عنده قوة تمكنه من جمع الحديد بالاستغناء عنهم، لكن هو يريد أن يحول هذه الأمة الفاشلة المتخلفة الكسولة إلى أمة منتجة تساعد وتعمل. فقال لهم: هاتوا قطع الحديد وركموها فوق بعضها، فجمعوا الحديد حتى أصبح كومة كبيرة عالية جدا سدت الثغرة بين الجبلين، ثم أمرهم أن يقيموا نارا هائلة كبيرة ليذيبوا بها هذا الحديد كله، كي لا يترك أي مجال لقوم يأجوج ومأجوج بالعبور. وفعلا أقاموا نارا عظيمة جدا أذابت الحديد، وعندما ذاب الحديد وأصبح قطعة واحدة قام بإحضار كمية كبيرة جدا من النحاس، وقام بتجميعه بحلال ضخمة، ثم قام بإذابته بالنار، ثم أخذ هذا النحاس المذاب وصبه فوق الحديد، فغلف النحاس المذاب كتلة الحديد، فبنى سدا عظيما لا يمكن للبشر اختراقه. ويقول علماء المعادن أن الحديد المغلف بالنحاس المذاب سبيكة قوية جدا من أقوى السبائك التي يعرفها البشر، فكيف علم ذو القرنين بعلم السبائك منذ آلاف السنين؟ ولشدة عظمة هذا السد لم يستطع قوم يأجوج ومأجوج أن يصعدوا فوقه ولا أن يحفروه. قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ولن نتوسع بالحديث عن يأجوج ومأجوج في هذا المقطع، بل سنفصل في أمرهم في مقطع قادم. وقد اختلف في ذي القرنين، فقيل كان نبيا،
وقيل كان ملكا من الملائكة، وقيل لم يكن نبيا ولا ملكا، بل كان من الملوك، وهو الغالب والراجح. صح عن مجاهد أنه قال: ملك الأرض مشرقها ومغربها 4 نفر، مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران بخت نصر ونمرود بن كنعان، لم يملكها غيرهم. وفي النهاية لا بد من الإشارة إلى أن بعض الناس يخلطون بين الإسكندر المقدوني وذي القرنين، ويقولون أنه هو ذو القرنين ذاته، فهذا قول باطل مردود عليهم لعدة أسباب. أولها أن ذو القرنين كان على زمن نبي الله إبراهيم، ويقال أنه اتدى على يديه وطاف معه في الكعبة. أما الإسكندر المقدوني فقد كان عصره قريبا من عصر نبينا عيسى عليه السلام، وبين زمن إبراهيم وزمن عيسى أكثر من 2000 سنة. كما أن ذو القرنين كان مؤمنا طائعا لله، بينما الإسكندر كان كافرا، وكان معلمه أرسطو، وكان يأتمر بأمره، وهو من الكفار بلا شك. وثالثا كان ذو القرنين من العرب، وتحديدا من اليمن، وأما الإسكندر المقدوني فقد كان من اليونان. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع من تحب، فالدال على الخير كفاعله. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا، والضغط على زر الجرس حتى لا تفوتكم مقاطعنا القادمة. ودمتم بحفظ الله ورعايته.